بسم الله. يعطيكم العافية شباب وكل خير. طبعا تعبئة خرطوش 12. الخردق المستخدم خردق 8، خردق 8 طبعا، او 5 او 6 اللي هو حسب الصيد تبعك. فحاليا بدنا نشيل الكبسونة ونحط كبسونة جديد ونحط بارود. طبعا البارود نستخدم بارود حربي، طبعا بارود حربي مو هو بارود اصلي. وهي الكاسات، وفي خردق كمان هي عيار 5 كمان. طبعا البداية شنو الكبسونة ابو احمد؟ شنو الكبسونة؟ حاليا ركب كبسونة. تركيبة الكبسونة صنوبراي اللي هي تمام. حط عيار بارود، نحط عيار بارود، حطينا ورد نحط كاسة. نضغط الكاسة جوا، ضغطنا الكاسة. حاليا بنحط شو؟ الخردق. الخردق مثل ما قلنا لكم يا جماعة الخير، هذا هو. شوف هذا هو عيار 8. طبعا اللي بقول لك ما مشيش حاله الارانب قل له لا، كلامك مش مظبوط. ابو احمد شو بتضرب فيها الخردق هذا؟ والله ارانب. ارانب حجل طبعا، حدث ولا حرج. حطينا حاليا بالضغطية الاولى. ايوه حطينا بالضغطية الاولى، ونحطها هسه حاليا على الثانية. شوف الثاني شلون طلع. نحط على الثالثة، وهاي النتيجة. ومش عاجبتك ابو احمد؟ لا بالاخير ما غطش من هون. وهاي النهاية. طبعا راح بس نخلص ونعبي راح اصور لكم اياهم جميعا. جماعة الخير عبينا لحتى الان ها الاجنبيات. في عندنا الفوارغ السورية بعد هي، مثل ما قلنا لكم الملح، البارود، هاي هو خردق عيار 5 وعيار 8 افضل شيء. حياكم الله. هذا المكبس. المكبس طبعا من القدامى، ثقيلات كثير هذا المكبس.